واستمرت البقرة في أكل المزيد من التبن حتى لم يجد عقلة الإصبع مكانا له في داخل بطن البقرة، فصرخ قائلا: لا مزيد من التبن، لا مزيد من التبن. فسمعته الخادمة، ولكنها بحثت عن مصدر الصوت ولم تراه، فظنت تلك إن البقرة تتكلم، فصرخت وأسرعت ونادت على مالك المنزل ومالك البقرة. وعندما جاء المالك سمع صوت عقلة الإصبع يقول: لا مزيد من التبن، فخاف هو أيضا وظن أن البقرة مسحورة، فأمر بذبحها وتقطيعها. وعندما قطعوا البقرة ألقوا بأمعائها التي يوجد بها عقلة الإصبع في الخارج. بذل عقلة الإصبع جهدا كبيرا ليخرج من أمعاء البقرة، وعندما كان على وشك الخروج جاء ذئب جائع وابتلع الأمعاء وبداخلها عقلة الإصبع. ومع كل هذا لم ييأس عقلة الإصبع،